الطلبة لها ميزة حادثة طريفة قبل 30 سنة تقريبا بطولة أولمبياد المغرب في المغرب. كان رئيس الوفد الله يرحمه الأمير فيصل بن فهد والدكتور صالح نائب الرئيس. جمعونا الوفد الإعلامي قالوا يا جماعة مو بس تركزون على المنتخب كرة القدم، تروحوا كل الألعاب. جانا الأستاذ منصور الخضيري ورئيس الوفد الإعلامي قال يا جماعة الساعة 8 الصباح، لاحظوا إنه في المغرب 8 الصباح تكون عند باب الأوتيل، نطلع نحضر بطولة رفع الأثقال، حيشارك نجومنا وبنعطيكم وش تقولون في المدرج، احنا نحمس اللاعب. جينا طبعا كل الاعلاميين اللي نص نايم واللي واعي وقالوا اول ما شيء لا اله الا الله بصوت واحد كلنا. جاء خوينا وشفت العضلات قلنا خل عندنا وشالها كذا ضعمك وذبه وجينا وراح وراحت قام شباب في الإعادة اقطعوا هالجزء إعادة الحلقة لو سمحت يا ذيبان، اقطع هالجزء لأن هذا ما له دخل بالتحفيز. لا ان شاء الله تغير يعني احنا فوق لا يا شباب بالله في الإعادة هذا والله بصوت واحد تركي لا اله الا الله اللهم صل على ذبه ركبنا البصر. لا ان شاء الله الشباب فيهم خير وبركه باذن الله تعالى. خلينا نشوف عطنا فاصل يعني عطنا فاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل الحديث.